غادا وليدي بالنخاله، غادا بالنخاله نعجنها وليدي، ما عندناش. حنا نشوفوا سكتوا، ولكن الله اللي غياخذ الحق. واللي عنده خمسة الولاد مسكين اش غياكل؟ اسعار مرتفعه لواحد الحاله لا يرثى لها. البكيه ما قادين نبكي، والله يا اخي المرة تبكي لك هنا دابا، انا مازال الله يعطيني العافيه. يعني كلشي يطلع له القمر، ما كاينش شي حاجه اللي هي تبقى رخيصه. انت كتبيعوا حشمان وتخيل معايا الجبحوره وما عندناش حتى الحوت الابسط. ما قادرينش على هذا الشيء اخويا. الفرانك اخويا، واش بنادم ما كيصور 7000 8000 فرانك، يمشي يشري البصله ب 300 15 درهم، يشري بطاطا ب 1000 فرانك. راه حرام، راه حرام اصاحبي، وراه ما عندكم فين ترقدوا غدا يوم القيامه. وكي كيقولوا الصديق انا بالمناسبه شنو تنقول لك، بان ما يمكنش هذا الغلا اللي واصلين ليه، راه شي حاجه اللي بحال الموت البطيء، كيموت بنادم الموت البطيء. راه الغني في هذه البلاد يزداد غنى والفقير يزداد فقرا. هذه البلاد ما يمكنش راه كتجي فينا غير حنا الضعفاء، ما كتجيش في الناس اللي عندهم، والناس اللي ما عندهمش ما قادرينش يهضروا ميتين. ما يمكنش نستمروا هكا، ما يمكنش. الخير في بلادنا موجود، ولكن مغتصب مسلوب محتكر من طرف فئه وحده. اما الناس الفقراء الناس الضعفاء راه كتاكل الشحط. واش بنادم ما كيدخل حتى شي ريال وكيشري بالغلا، ما عندوش مصروفه اليومي وكيشري بالغلا اللي من سبع المستحيلات يعيش به الدرويش. كتخرج كيفاش غتوكل 5 و6 و7 في الاسره ديال الدراري؟ كيفاش غتوكلهم وانت ما قادرش تشري؟ والولاد بطاطا ما بقاوش لقاوها، كيلو البطاطا ما بقيناش وصلناه. ما يمكنش شنو غناكلوا؟ التراب الحجر، ما يمكنش، يستحيل. راه الظلم. السلام عليكم الاخوان، تحيه كبيره لكم. حاله من الاحتقان يعيشها الشعب المغربي بسبب موجه الغلاء التي اصبحنا نعيشها، ولم يسبق لاي مغربي ان عاشها من قبل. ما عمر ما طيشوا البصله وبطاطا وصلوا لهذه الاثمنه هذه اللي وصلوها في ظل تسيير حكومه فاشله، حكومه يتحكم فيها رجل لا يعرف الا ان يحقق الربح لنفسه. هذا السيد هذا اللي هو أخنوش رئيس الحكومه الحالي، صراحه انا واحد من الناس اللي كنا كنتسناو انه يدور عجله الاقتصاد في البلاد، بما انه ناجح في المجال الاقتصادي له ولشخصه. ولكن للأسف الشديد ومن أول سنة تبين أنه مواطن وإنسان فاشل في التسيير الحكومي، وأنه لا يصلح أن يكون سياسيا أبدا. هذه الحكومة اللي بغات ترد على راسها وبغات تدافع ويطلق واحد الوزير اللي غادي يطيح في غلطة قد الجبل. شوفوا معايا، دار وزير واحد من الكفاءات، قال لك حكومة الكفاءات. شوفوا معايا الرد ديال هذا الوزير الإخوان. اليوم البصله ب 15 درهم، سي اللحم ب 100 درهم، منين مشيتي معايا مطيشه ب 9 10 درهم. منين مشيتي معايا في التيران ديال الشعباوي، انا كنقول لك يعني القرارات ديال الحكومه دائما كتبان سنتين 3 سنين قبل. يعني نقولوا الناس بان البصله غتبقى 15 لا ماشي هادشي اللي كنقول، ماشي هادشي اللي كنقول، لا اسمح لي، ماشي هادشي اللي كنقول. كنقول بان الاطمئه، يعني هذا الاجتهاد اللي كتقوم به هذه الحكومه بكل مسؤوليه مع المغاربه ومن اجل المغاربه، للاسف غتبان النتيجه ديالو في الاشهر القليله اللي جايه ان شاء الله باذن الله. وما نعيشه اليوم، باش نجاوبك على 15 درهم 12 درهم، هي عدم رؤيه الحكومات السابقه الازمات اللي يمكن لها تكون. دابا هذا راه وزير وكفاءه من الكفاءات اللي تكلموا عليها وقال لك باننا سنكون حكومه الكفاءات. اجا السي الكفاءه اللي بغى يمسح كل شيء في الحكومه السابقه اللي ما عاشوش المغاربه مع هذا الشيء اللي كنعيشوه معكم اليوم. واش نسيتي الشريف باللي وزير الفلاحه ووزير الصيد البحري ووزير البر والجو والبحر كان هو أخنوش رئيس الحكومة الحالي؟ أي أن بناء على الكلام كما نعيشه اليوم هو نتائج الفشل ديال هذا الوزير هذا في الحكومة السابقة. هذا الشيء لا بنينا على الكلام ديالك. أما المغاربة اليوم كلهم كيعرفوا بأن هذا السيد لا يصلح للتسيير ولا يصلح إلا للنهب والسرقة يعني تغليظ الرأس مال ديالو، كذلك الرصيد البنكي ديالو، ولو على حساب المواطن ولو على حساب البلاد اللي اليوم تعيش على صفيح ساخن. كنتمناو انه يكون شي تدخل على اعلى مستوى لحل هذه الحكومة التي تقود البلاد الى المجهول.
هذه الحكومة اللي كيترأسوها 3 ديال الأحزاب، حزب الأحرار، حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، في عام واحد ارتكبوا مجموعة من الأخطاء الكبيرة التي لا تغتفر، ناهيك على أنهم لم يحققوا ولو وعد واحد من الوعود التي وعدوا بها الشعب المغربي قبل الانتخابات. فأنا من هذا المنبر أقول إلى رئيس الحكومة اللي كان وزير الفلاحة في عهد الحكومة السابقة أنك إنسان فاشل، وأنك إنسان اجتمع عليه المغاربة أنه لا يصلح للتسيير الحكومي ولا يصلح لشيء، وأنه ما جاء إلا لينهب ويسرق جيوب المغاربة، وأنه لا يصلح إلا لجمع الثروة ولو على حساب الشعب المغربي ولو على حساب الوطن. رسالة عاجلة إلى ملك البلاد حفظه الله أن يتدخل لحل هذه الحكومة التي أثبتت أنها عاجزة عن التسيير الحكومي. للأسف شديد في ظل مجموعة من الانتصارات يعني في السياسة الخارجية وكذلك الرياضية، نعيش أزمة اقتصادية خانقة، يعني وصل السيل إلى الزبا بالنسبة للمواطن المغربي البسيط، وبالنسبة للدرويش اللي هو أكثر نسبة كاينة في هذه البلاد هذه. تحية كبيرة لكم الإخوان، وإلى فيديو قادم. السلام عليكم.